السلام عليكم. النهارده هنعمل مقارنة بين جهازين من الفئة الاقتصادية وهم محيرين ناس كتير، سامسونج الاي 07 والهوت 60 اي، وهقول لك تشتري اي فيهم ومميزات وعيوب كل جهاز. لكن في البداية لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. وهنبدأ بالتصميم. التصميم بالنسبة لي انا هو اذواق، لكن بالنسبة لي انا حاسس ان تصميم السامسونج يعني كشكل مديني اداء افضل شوية يعني. لكن بالنسبة للتصميم هقول لك على عيوب التصميم اللي موجودة في سامسونج. خلينا الأول ناخد ال A07. عيوب التصميم أولا الظهر. ظهر الجهاز نفسه بيبصم بطريقة لا طريقة صعبة، لكن هم ضايفين عليه كده لمعة، يعني طبقة معينة والخامات جاية من البلاستيك، ضايفين عليه لمعة بسيطة كده بالشكل ده، لكن هو بيبصم معاك. أما بالنسبة بقى للتصميم في الهوت 60 اي، الوزن جاي 188 ونفس الشيء الخامات من البلاستيك. اما بقى بالنسبة لتصميم الشاشة في الاي 07 فهي جاية بالشكل القديم، وده بالنسبة لي ممكن حد يتقبلها بالشكل ده، لكن انا مش متقبلها، خاصة ان الفئة دي لا بقى فيها موبايلات بتنزل بشكل افضل لتصميم الشاشة وحواف اقل، وشكل الكاميرا القديم ده اللي هي الكاميرا السيلفي ما بقاش موجود. عندك في الهوت 60 اي لا الكاميرا بثقب وشكلها افضل بالنسبه لي انا في الشاشه. مضمون الخامات او مضمون التصميم عندك السامسونج هيبصم معاك، لكن الهوت 60 اي مش هيبصم معاك كظهر. اما لو بتستخدم الموبايل بالجراب فده مش هتفرق معاك. تعالى بقى للشاشه. الشاشتين يعتبروا نفس الشيء، دي اي بي اس ال سي دي 6.7 بدقه اتش دي بلس، ونفس الشيء في الهوت 60 اي، وكثافة البكسلات 262 بكسل لكل انش، وده موجودة في الاتنين. لكن بقى النقطة اللي فيها فرق هنا، والفرق هنا جاي لصالح الهوت 60 اي بتردد 120 هرتز مقابل تردد 190 هرتز للاي 07. يبقى كده التردد الشاشة او معدل التحديث جاي للهوت 60 اي. ملخص الشاشة بقى هقول لك، الانفينكس بتردد وشكل للكاميرا الاماميه افضل من الاي 07. والفرق التاني بقى اللي هناخده معانا وهو الصوت في الانفينكس هوت 60 اي جاي ستيريو، ولكن في الاي 07 جاي مونو، بمعنى ان الهوت 60 اي افضل، الصوت اوضح وطالع من السماعتين، سماعه بتكون فوق والسماعه اللي تحت، وشغال معاك كويس افضل، بيديك تجربه في مشاهده المحتوى. دي بتديك الصوت الاستيريو مع مشاهدة المحتوى، لا هتديك تجربة افضل من الاي 07. وكمان زي ما انا قلت مع ترددات الشاشة اللي هي 90 هرتز، فهي هتلاقي لا بالنسبة لمشاهدة المحتوى الهوت 60 اي. اما بقى بالنسبة للبطارية، فالبطارية بتيجي بقوة 5000 ملي امبير في الاي 07 مع شاحن 25 واط، وطبعا مش موجود في العلبة ومتنزلش شواحن، وده بالنسبة لي عيب من عيوب الموبايل. اما بقى البطارية في الهوت 60 اي بتيجي 5160 بقوة 18 واط، دي النسخة اللي موجودة في مصر. الشاحن النسخة العالمية اللي معلن عنها انها 45 واط، لكن هي فعليا بتشحن، الشحن اساسا اللي جاي معاها في العلبة هو 18 واط، فهي الهوت 60 اي بيشحن بسرعة 18 واط في النسخة اللي موجودة في مصر. تمام. لكن النسخة العالمية هم قالوا عنها 45، لكن بصراحة أنا ما جربتهاش، أنا جربت النسخة اللي موجودة في مصر. وهنيجي لنقطة مهمة جدا واللي هتفرق معاك جدا، هي الأداء والمعالج. المعالج جاي في الهوت 60 اي ب جي 81 بمعمارية 12 نانومتر، لكن في الاي 07 جاي هيليو جي 99 بمعمارية 6 نانومتر. بمعنى ايه؟ فرق البطارية اللي هو جاي كرقم لصالح الهوت 60 اي، خلينا اوضح لك ان المعالج بمعمارية الستة نانومتر لا هيوفر معاك في الشحن افضل من المعالج اللي بمعمارية 12 نانومتر. بمعنى ان المعالج الهيليو جي هو اوريدي طبيعي، الهيليو جي 99 افضل من الهيليو جي 81، لكن كمان الفرق الجوهري هنا ان هو جاي بمعالج بمعمارية 6 نانومتر في الاي 07. يعني المعمارية دي خلينا نشبهها بمكان صغير ابني فيه عماير، فهو المكان نفسه
هنبني فيه بعدد اقل ولا عدد اكتر، فاي فيهم هيستهلك طاقة اكتر، فاكيد الستة نانو هتستهلك طاقة اقل، وبكده هتعوض معاك فرق البطارية. اما بقى بالنسبة للاندرويد بيجوا الاتنين باندرويد 15. اما بالنسبة للواجهات فانا عندي الوان يو اي 7 بتنزل في الاي 07، وهي افضل من واجهة انفينكس. وكمان عندك الاي 07 بيديك 6 سنوات تحديث، وهي دي نقطة احسبها للاي 07. وخليك مركز معايا في النقاط، اي نقطة بتروح لأي موبايل فيهم، بحيث ان حضرتك تختار الجهاز بناء على استخدامك. وانا كنت عامل فيديو تحدد انت محتاج اي جهاز او تشتري الجهاز الصح اللي يناسب استخدامك، هسيبهولك فوق، هيظهر لك دلوقتي في علامة الاي، وهسيبهولك في الوصف. اما بقى الكاميرات جاية 50 ميجا بكسل هنا و50 ميجا بكسل هنا، وكمان الاي 07 في المايكرو ال 2 ميجا بكسل، والسيلفي 8 ميجا بكسل. لكن من خلال تجربة عملية، لا، معالجة السامسونج للصور افضل من الانفينكس، بمعنى ان الكاميرا هنا افضل في الاي 07. وكمان الان اف سي عندك الهوت 60 اي بيدعم، والاي 07 ما بيدعمش الان اف سي. خلاصة بقى، اللي هقول لك تشتري اي موبايل فيهم، خلينا نكون متفقين ان الاتنين مش افضل اداء في الالعاب. هقول لك على الخلاصة بقى والسعر. عندك النسخة الستة في الهوت 60 اي عاملة $115 بما يعادل 5700 جنيه مصري. اما النسخة التمانية عاملة $135 بما يعادل 6700 جنيه مصري. تمام. العكس بقى الاي 07، الاي 07 ما فيهوش نسخة 8، في نسخة 64، ودي عاملة 5000 في حدود $105. وفي نسخة 428 ودي عاملة 5400 جنيه مصري بما يعادل $110. وفي نسخة 628 ودي عاملة 6000 جنيه مصري بما يعادل $125. فخلينا في فرق في السعر، لكن هو الفرق مش كبير شوية. يعني الفرق لو قارنا النسخة الستة بتاعة الهوت 60 اي فهي ب5700 جنيه، لو قارنا النسخة الستة في الاي 07 هي ب6000 جنيه، فكده في فرق حوالي 300 جنيه. بس انا بالنسبة لنا لو هرشح لك الاي 07، وهقول لك ليه الاي 07. الاي 07 معالج افضل. الاي 07 بين الهوت 60 اي هتستغنى عن حاجه واحده بس، وهي الصوت الاستيريو وتردد الشاشه، وزي ما انا قلت لك تردد الشاشه معوضه ان المعالج هنا اعلى. والاي 07 كسنوات تحديث لا، حاجه كويسه خالص في الفئه دي، 6 سنين تحديثات. وطبعا كاعتماديه وكشركه لا، انا هقول لك الاي 07 افضل من الهوت 60 اي دي. لو الفرق اللي بين السعر النسخة الستة هتدفع 300 جنيه غير الشاحن، لو الفرق ده مش هيفرق معاك. انما لو الفرق ده يهمك فخد الهوت 60 اي. لكن كخلاصة بيني وبين ربنا كضمير، الاي 07 افضل، ودي اجابة صريحة مش هتلاقيها من عند اي حد. وفي النهاية ما تنساش اشتراكك في القناة، اكيد بيدعمني. وما تنساش لو استفدت من الفيديو اللايك.